الحاجة هذه حاجة جدا جميلة إن تتبناها جمعية من أفضل الجمعيات على الوطن العربي وعلى السينما العربية. طبعا السينما المصرية معروفة منذ زمن قديم زي ما قال الأستاذ طارق. طبعا هذا شرف لنا إحنا بنكون موجودين معاكم ونكون داعمين ونحط يدنا في يد بعض لنشوف كل الصعاب اللي تواجه الشباب وأفكار الشباب حتى تطلع للنور. طبعا احنا عندنا في السعودية الموضوع مقيد قليلا، لكن الحمد لله الفترة الأخيرة يعني على حسب معتقداتنا وعلى حسب تقاليدنا فيعتبر مقيد، يعني على حسب الوضع اللي موجود فيه البلاد. طبعا فاتجهت أفكار الشباب باستخدام قنوات اليوتيوب بوضع أفكارهم لأنها بطريقة سهلة، تكاليف أقل، وضع الأفكار اللي موجودة عندهم حتى تتبع للطريق اللي بتوضح أفكارهم. في بعض الشركات أيضا عندنا شركات الإنتاج بدأت تتبنى المواضيع هذه بشكل موسع وأقوى منتاجيا وفكريا. الأمور هذه صارت يعني توضح فكرة وقوة الشباب، حتى إنه هم غير مكتومين، إنه هم موجودين حاضرين، يبغوا يتطوروا، يبغوا يتجهوا إلى أعلى أماكن ممكنة، يبغوا يطلعوا صوتهم للعالم، يبغوا يوروهم أفكارهم. طبعا هذه الأمور كلها لابد أنه تكون يدنا والوطن العربي من غير تفريق أحد كمصر، تونس، الجزائر، السعودية، كل الوطن العربي نحط يدنا في يد بعض عشان نكون قدام العالم كله إنه إحنا موجودين، وبثقافتنا وبديننا وعلمنا إحنا بنكون موجودين. ويعطيكم العافية وشرف كبير إني أنا كنت موجود معكم. شكرا.